السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. سؤال كده جه على بالي، هل المعالج النفسي بيروح لمعالج نفسي؟ يعني هو شخص طبيعي وعنده ذكريات وعنده ضغوط ومشاكل أكيد بتأثر عليه وعلى حالته النفسية. طب هو بيعالج نفسه ولا بيروح لدكتور نفسي تاني؟ طب الدكتور النفسي ده بيروح أكيد لحد تاني، وهنا دماغي ودتني في حتة تانية. طب مش ممكن الحالة النفسية للمعالج تأثر عليه وعلى تشخيصه وقراراته مع اللي بيعالجه؟ وهنا قررت أدور تاني في كتاب فيك أند فراودز إن فيسيولوجي، أشوف الراجل ده بيقول إيه. إن الكاتب بتاع الكتاب ده مهم وهوصي أي حد يقراه. مش فكرة إنه بيهاجم، بالعكس هو بيوضح لك حقائق من جوه المجال، وإن في وهم بيتباع في المجال، وإن الأغلبية بيستغلوه كتجارة أكتر من فايدة. لأن الراجل ده جوه المجال، اللي كتب الكتاب ده ما كانش هدفه يقول لك إن العلاج الفلاني غلط أو النظرية الفلانية وهم. الكتاب ده كان عايزك تشوف الحاجة اللي ما بين السطور. يعني بعد ما قريت الكتاب ده يعني وركزت فيه، ما بقتش أعرف أتعامل مع أي كلام نفسي زي الأول. يعني كنت أسمع عن اكتئاب، اضطراب، ثنائي القطب، مسميات ومصطلحات كتير. هو مش عشان علم النفس وحش، لأ، بس عشان الثقة العمياء في أي مصطلح حلو وشيك مكتوب بالإنجليش وجاي لنا من الغرب طلعت أخطر من الجهل. بقيت كل ما أسمع مصطلح كبير أو وعد إن أنت هتبقى كويس، أسأل نفسي سؤال: طب فين الدليل؟ مش مهم مين اللي قاله، أكيد اللي قاله بني آدم. أو قاله فين أو قاله إمتى؟ طب هو معمول له إعلان أو بيتروج له إزاي؟ لأن الكتاب ده خلاني أفهم إن الراحة مش دايما شفا. يعني أنت لو مرتاح أنت مش كده كويس، بالعكس. وإن العلم الحقيقي ما يخافش إنك تراجعه وتدور وراه وتستفسر وتسأل. ويمكن أخطر حاجة في الموضوع مش إننا نغلط، لكن إننا نتمسك بالغلط ونصمم عليه عشان ما نكسرش الصورة أو الشكل بتاعنا. فلو في حاجة أنت حابب تخرج بيها من السلسلة دي، اللي هي خرافات اتباعت كعلم، ما تسلمش عقلك لحد. ده رقم واحد. حتى لو لابس بلطو، ما مش يعني ما مش أي حد لابس زي بتاع الدكتور، مش لازم البلطو يعني. دكتور ودارس ومعاه شهادة وكل حاجة، بس أنت من حقك كبني آدم، وربنا مدينا عقل إن إحنا نفكر ونسأل ونشك ونشوف الإجابات ونشوف الدلائل، هل هي صح ولا غلط. أنا من وجهة نظري هو ما بقتش مقتنع إن في حاجة اسمها مرض نفسي. لا، هو ممكن يكون في حالات نفسية متغيرة، يعني حسب كل شخص وتكوينته وتربيته والمواقف اللي مر بيها أكيد بتختلف، ولأن مفيش ثبات في الموضوع. يعني نضرب مثال: هل اللي عنده اكتئاب زي اللي عنده قلب؟ ما هو ده بيتقال عليه مرض وده بيقولوا عليه مرض. طب مرض القلب مستمر وله علاج ومستمر عليه وأعراض ثابتة وواضحة وصريحة، لكن الاكتئاب لأ، هو متغير حسب الحالة. حد حصل له موقف أو تفكير جالك في ذكرى معينة فخلت الحالة النفسية إن أنت بقيت مكتئب. طب هل الاكتئاب بيستمر على طول عمرك هتفضل مكتئب؟ أكيد لأ. طب لو رحت واخدت دواء ولعب في الكيمياء بتاعة الدماغ، إن معظم الأدوية بتاعة الحاجات دي بتلعب في كيمياء الدماغ، هل كده أنت اتحسنت؟ مفتكرش. أنت ما حلتش السبب الحقيقي. إن الوعي هنا بيلعب دور مهم أوي. لازم تفكر وتواجه، وما تفكرش في أي حل سريع وخلاص عشان تطلع من الحالة النفسية دي. لأن احنا طول ما احنا عايشين هيقابلنا حالات نفسية كتير. يعني انت شوية ممكن هتبقى مكتئب، هتطلع من الاكتئاب ممكن يحصل لك موقف، صدمة أثرت عليك، تأثر على تصرفاتك. آه، ممكن واحد يكون مدمن حاجة ما
مش شرط مخدرات. طب بعدين، أنا بشوف إن هما لما فسروا الحاجات دي كلها، ما اللي فسرها بني آدمين برضه. يعني هي لو دورنا في القرآن أو في السنة، في خوف، في حسد، في قلق، بس مفيش حاجة بتقولك إن ده مرض، أو إن ده مش حاجة صريحة. يعني كل اللي بيقولوا إن الحالات النفسية دي مرض، يبقى إحنا كلنا كده مرضى. حتى الدكتور النفسي أو المعالج النفسي هو كمان مريض، ده أكيد. يعني ما هو بني آدم زي ما قلنا في الأول حلقة. بالعكس طبعا، أنا ما بتكلمش إن حد ما يروحش، اللي عايز يروح يروح، واللي عايز يتعالج يتعالج. بس أنا بفكر معاكم بصوت عالي إن الموضوع ده شاغلني بقاله فترة. موضوع الأمراض النفسية بالذات بحس إن هي فكرة اتصدرت لنا من بره. يعني إن إحنا في ديننا وفي مجتمعنا كده، وكانت الناس عايشة حياتها عادي. في حد ممكن يعمل تصرفات غريبة، تفكيره مش مظبوط، في ناس مدمنة، ده موجود من زمان. بس هل معنى كده الناس دي مرضى؟ مش عارف. انتوا ايه رأيكم؟ هل كده الناس دي مرضى؟ انا اتحطيت مثلا في موقف ما، واضطرتني الظروف ان انا اقتل حد. هل انا كده بقيت مريض نفسي؟ حصل لي موقف زمان وانا قاعد كده افتكرته فاتضايقت وزعلت. بعد كده بقيت مريض نفسي؟ او فترة الزعل طولت عليا شوية. حد في شغله تعرض لضغوط وساب شغله، هل هو كده بقى مريض نفسي؟ لأن طبعا هيسيب شغله، ولو وراه التزامات هيأثر عليه وعلى حالته. عصبية، اكتئاب، هيقفل على نفسه، هيبعد عن الناس اللي حواليه. هل ده كده بقى مريض نفسي؟ حد تعرض لصدمة سواء من أهله سواء من حد كان بيحبه، بيحصل. هل كده عشان هو تعرض للصدمة دي وأثرت عليه، هل ده كده بقى مريض نفسي؟ أعتقد الموضوع أكبر من كده بكتير، وأكبر من إن إحنا نقول على مشاعرنا والحاجات اللي إحنا بنحس بيها إن هي أمراض نفسية. إن إحنا من غير الحاجات دي مش هبقى خلاص، مفيش إحساس. أو أنت مش، ما دي حالات إحنا بنعدي بيها. يعني أنت مش هتخاف عشان تبقى سليم بقى. أنت ما تخافش، أنت ما تقلقش، أنت ما تتوترش، أنت ما تزعلش، أنت ما يجيلكش اكتئاب، ما تتأثرش بالمواقف اللي أنت بتعدي بيها. فأنت كده هتبقى سليم. وطبعا دي حاجة استحالة تحصل، استحالة. مفيش بني آدم هيفضل عايش طول عمره زي الفل. وافتكر ان العلم مهما تطور ومهما هيوصل مش هيوصل للتفسير بتاع النفس، او هي النفس دي عبارة عن ايه. يعني هم لحد دلوقتي محدش قادر يوصل لده، ومحدش هيوصل له. ان هي سر من اسرار ربنا في خلقه، مفتكرش حد هيوصل له. واي حد سمعني لو عنده وجهة نظر تانية او عنده معلومات تانية ممكن يقول لنا ويشاركنا بيها، ونشوف هل وجهة نظره صح. ممكن تطلع وجهة نظر تانية صح وانا وجهة نظري غلط، ده وارد. بس أهم حاجة لازم يكون عندنا وعي، ونفكر في كل حاجة كويس، ومش أي حاجة تجيلنا من بره نصدقها ونقتنع بيها. مش هتلاقي ولا عالم مسلم قبل كده اتكلم في حاجة اسمها عن علم النفس. كلها حاجات روحانية. فأنت مش هتلاقي حد في الدين بتاعنا أو في التاريخ بتاعنا العربي حد اتكلم عن حاجة أمراض نفسية. مفيش. كلها كانت مصابة إن هي حاجات روحية، أو أنت محتاج تصبر، أو محتاج تقرب من ربنا، أو محتاج تغير تصرفاتك وسلوكياتك. محدش كان بيقول عليه مرض. وأكيد لو كان في حاجة كان ربنا ذكرها في القرآن، يعني أو الرسول عليه الصلاة والسلام بلغنا بيها. احنا ما عندناش باب تاني. طبعا العلم بيتطور، وما افتكرش إن مهما العلم تطور هيقدر يوصل لحقيقة النفس، لأن هي حاجة ربنا انفرد بيها. لأن احنا زي ما قلنا في السلسلة اللي فاتت، النفس ما هي إلا الروح جوه جسمنا. هي دي النفس، واحنا الروح ما عندناش أي معلومات عنها. فهل هنقدر نوصل للنفس؟
ونفسرها ونحط لها نظريات، ونحط لها مصطلحات، وانت لو عملت كده يبقى انت كده، لو عملت كده يبقى انت كده. ما افتكرش. واي حد يعني سمع الحلقة دي لازم يخلي باله ويبقى عنده وعي كويس أوي، ولو عنده مشاكل أو بيروح علاج نفسي يسأل ويشوف إيه الإثبات وإيه الدليل إن ده مرض نفسي، وإن ده طريقة العلاج الصح بتاعته، والتجربة دي اتعملت على كام حد، أو التجربة دي أساسا ليها دليل أو ليها أساس، ولا هي حد قال نظرية خلاص تصدق بيها. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.